مساء الخير، ازيكم؟ انا معاكم النهارده هدي احمد، وهنعمل حاجه حلوه قوي. هنعمل ألذ ستيك واحلى ستيك ممكن ناكله، وطريقته سهله جدا وجميله جدا. انتوا عارفين طبعا ان ده هيكون يعني ألذ. الوصفه دي هتكون ألذ بكتير من بتاعه المطاعم. شوفوا بقى يا جماعه انا هعمل ايه. الطريقه سهله خالص، بس هنشوف المكونات اللي احنا هنستخدمها. معانا 4 فصوص توم كبار كده بقشرهم، هندق عليهم بس عشان نكهتهم تطلع. معانا روزماري فريش يعني او اكليل الجبل زي ما انتوا بتسموه. ومعانا ملح وفلفل. بس هي دي اللي انا بحب ايه اتبل بيها اللحمه بتاعتي. دلوقتي نوع اللحمه بقى، يعني انا مش عايزاكم تشغلوا بالكم بيه، لان اولا هو الجزار بيكون عارف. هو بيكون من وش الفخده، وبتكون حته طريه جدا وايه مستويه، وفيها نسبه من الدهون والمضلعه كده. و وبتكون سميكة، يعني هو مجهزة ومقطعها. انت لما تقوله ستيك هيبقى عارف. او هي بتكون جاهزة اصلا، وانواعها كتير موجودة في الهايبر ماركت. فما بتحتاريش فيها وفي نوعها، لان هي اساسا بتكون مجهزة. دلوقتي انا تبلت البفتيك عن الستيك عندي بملح وفلفل بس، وحطي ملح على قد ما تقدري. هو الفيديو سريع شوية يا جماعة. انا دلوقتي بعمل البوريه، البطاطس البوريه، علشان تكون طعمة جدا 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 مع الستيك. هي عبارة عن توم بحمره كده في معلقة سمنة، وملح وفلفل. والبطاطس البوريه بنزل بيها بقى بعد ما احمر التومة شوية سنة كده صغيرة. وطبعا كمون معانا مهم قوي طبعا. وبتبل البطاطس بتاعتي، بكون هرستها شوية وسلقتها وهرستها، واحطها على التتبيله بتاعتي دي بالثوم. عايزه اقول لكم رائعه رائعه رائعه، وطعمها فوق الخيال. انا سبت اللحمه بقى متبله بالملح والفلفل، وحاولوا تتبلوها كويس يعني، علشان الملح بيدي فرصه ان انسجه اللحمه تستوي وتبقى حلوه معانا وطريه. بيساعد في التسويه. و... وما تخافوش مش هتبقى حادقه يعني. دلوقتي بقى الطاسه اللي انا استخدمتها، المفروض ان هي المفروض ان هي ستيك ايرون، اللي هي حديد الحديد الزهر. دي بقى انا بستخدمها يعني هي اولا ما بتكونش مطلية بحاجة، عشان كده بتحتفظ بالحرارة، وحرارتها شديدة جدا. دلوقتي انا حطيت نقطة زيت، معلقة زيت، علشان اخد وتكون سخنة قوي قوي قوي. وبحمر الستيك بتاعي على الوش والظهر زي ما انتوا شايفين، افضل اقلب فيه. واول ما ياخد تحميره كده حلوه ولون بني كده وتحسي ان هي دخلت في السوا، بكون محضره عندي مكعبات الزبده اللي احنا قلنا عليها في الاول. وبحط في صوص الثوم وروزماري، علشان الاعشاب دي هي اللي هتنكه الزبده اللي هناخد منها ونحط على الستيك. وهي دي اللي هتدينا الطعم بتاعه، والريحه فظيعه يعني يا جماعه. اتمنى ان انتوا تكونوا شامينها، يعني كانت توصل لكم تحفه بجد. دلوقتي انا لما نزلت الزبدة، بدأت اوطي النار شوية. الاول كنت معليها على الاخر والطاسة سخنة جدا، عشان ياخد صدمة كده من جميع الجوانب يعني. لو لاحظتوا ان انا وقفتها شوية عشان برضو اسوي الجوانب بتاعته. وعلى فكرة القطعية اللي انا جايباها دي هي تعتبر يعني رفيعة، مش سميكة قوي زي ما احنا بنشوفها. طبعا علشان احنا لينا طريقة معينة في التسوية احنا المصريين يعني. غير ان المجتمعات التانية ممكن تكون بيحبوا ياكلوها مش مستوية على الاخر يعني، بس احنا بنحبها مستوية. مع ان المفروض ان هي ما تكونش مستوية قوي. بس انا عشان الاطفال وكده، وعشان ما يقولوش يعني يستغربوا، انا جبت القطعية بتاعتي رفيعة شوية. خلاص استوى بقى دلوقتي وخد النكهة، سبته يرتاح تماما علشان يمتص العصارة بتاعته. وقطعته. بصوا يا جماعة، طري جدا، طري تحفة قوي، وطعمه فظيع وجميل قوي يعني. كان هايل هايل هايل. والستيك بتاعنا الدهون اللي كانت فيه بقى ابتدت تسيح، فشرب منها، فكان طعمه تحفة قوي مع البطاطس. وعملت الفاصوليا الخضراء دي سوتيه. فعايزه اقول لكم الطبق ده بره بيتباع غالي قوي، فاحنا لما بنعمله في البيت بنوفر، وبيكون الطعم شبه اللي احنا بنعمله بناكله بره في المطاعم الغالية.
فانتي كده وفرتي على نفسك جامد قوي انتي وولادك، وفي نفس الوقت كلتي الحاجة اللي انتي بتحبيها، وما تحرميش نفسك من حاجة، وضمنتي الجودة وضمنتي النظافة. فعايزة اقول لكم يعني بجد الوصفة كانت تحفة وجميلة جدا ومشهية، وولادي حبوها قوي وكلوها. والحمد لله ان انتي يعني تقدري تعملي حاجات تكون غالية جدا بره. شكرا.